يا مساء الخير عليكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قعده جدعان. رجعنا لكم تاني بعد العيد، طبعا كل سنه وانتم طيبين وكل الامه العربيه والاسلاميه بالف خير وسعاده. في بدايه حلقتنا النهارده قبل ما نتكلم في اي حاجه خلوني ارحب بزمايلي. يارا، ازيك يا يارا؟ ازيك يا كريم؟ ازيك يا سياده؟ ازيك يا كريم؟ الحمد لله تمام. النهارده بقى احنا هنتكلم في موضوع كده مهم جدا في الوقت الحالي. موضوعنا اللي في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه، زي ما احنا عارفين ان امتحانات الثانويه العامه شغاله، وان اهم حاجه نتكلم فيها في الفتره دي هي موضوع الثانويه العامه والمدرسين والحصص والحاجات دي كلها، كتأهيل نفسي وكتأهيل بقى فلسفي النهارده من زاويه تانية. صح ولا ايه؟ النهارده معانا استاذ ابراهيم لطفي، استاذ الفلسفه وعلم النفس للثانويه العامه بطنطا. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. وسهلا اهلا بحضرتك. بحضرتك، اتشرفت بيه جدا. الشرف اهلا ليا. اهلا شرفينا. بحضرتك. لكل علم دراسه وتخصص، والنهارده تخصص مميز نحو دراسه الانسان وتصرفاته. حضرتك تسمح لي اسالك ما هو علم النفس؟ تمام. علم النفس علم بيدرس سلوك الانسان او تصرفات الانسان. لورا. كل ما يصدر عن الانسان، اي سلوك او اي نشاط او اي فعل يصدر عن الانسان، علم النفس في ضوء التخصص ده. طبعا في قوانين في علم النفس بتهتم بدراسه سلوك الانسان دراسه تفسيريه، التحليل والفهم والتفسير. اي تصرفات بتصدر من الفرد لازم تكون عليها العين شويه، لان كل فرد بيختلف عن التاني في التصرفات وفي الافعال، ومن سن لسن بيختلف التصرفات والافعال. عشان كده احنا بنضوء اهتمامنا كله سلوك وتصرفات الانسان. تمام. قولي بقى الانفعالات والعلاقات بالمرض الجسمي. تمام. اولا علاقتها بالمرض الجسمي طيب نقول مع بعض بس الاول كده تمام. تعريف الانفعال. تمام. الانفعال حاله وجدانيه تنشا عن مصدر نفسي، يعني سبب الانفعالات مصدر نفسي. حالة ودانية. استنى بقى عشان ده سؤال مهم جدا. يعني مش هنلقح الستات ولا حاجة. لا لا سمح الله. طبعا تمام. طبعا. بس يعني ايه حالة ودانية؟ يعني اصل بص في يعني تسمع كده يقول لك ده ودني، دي ودانية، بتسمع كتير فبتبدأ تقتنع بالشيء. هل انا صح ولا ايه؟ ده اللي داير في مجتمعنا هي حالة وجدانية. وجدانية. انا اللي ترجمتها غلط. لا، حالة وجدانية بس مش ملهاش علاقة بالسمع الكتير برضه؟ لا، هم لا بيسمعوا لا. كتير برضه، بس برضه دي ملهاش علاقة شخصيه بصراحة. معينه صح؟ دي حاجة ودي طبعا حاجة. طبعا، دي حاجة ودي حاجة. طبعا سببه مصدر نفسي، إعاقة السلوك أو التفكير المعتاد. إعاقة السلوك بالمعنى البلدي زي اندفاع الفرد للسلوك الغير مهذب، ساعتها ما بيقدرش يتحكم في انفعالاته. يعني تصرفاته بتبقى مش طبيعية أو بيتصرف بطريقة مش منضبطة أكتر. مش منضبطة، ويبقى فيه زي السائر انفعاليا. اه وطبعا ده بقى هنا هيبدأ يحصل تغيرات فسيولوجية جسمية. تمام. في السلوك. في السلوك الانفعال يصاحبه تغيرات جسمية، بالظبط. ارتفاع ضغط الدم، ضيق في التنفس، سرعة ضربات القلب. وطبعا الحاجات دي كلها بتأثر على الجسم. يعني كلها اضطرابات جسمية. كلها اضطرابات جسمية. أي اختلال في جسم الإنسان أو أي نقص في جسم الإنسان بالأجهزة الكاملة في جسم الإنسان، ده سببه طبعا بيرجع بسبب الانفعال. فيبدأ الانفعال يأثر على الجسم. عندنا طب اسمه الطب السيكوسوماتي، أبو محمد الغزالي. طبعا الغزالي من الناس المؤسسين في علم النفس. طبعا الغزالي قال ان في امراض جسميه نشات لاسباب نفسيه. امراض جسميه نشات لاسباب ايه؟ نفسيه. بالمعنى البلدي كده ممكن يعني نروح للدكتور لو والدي عنده الضغط والسكر بس مش عارف العلاج، اروح للدكتور الطبيب العضوي الجسمي، يقول لي والله العلاج مش جايب نتيجه، فهيئ له الراحه النفسيه في البيت. صح كده؟ وزي ما حضراتكم عارفين ان مرضى الضغط والسكر امراض العصر كلها بتيجي بسبب الانفعالات. حزن شديد. يعني اصلا الانفعال زايد غلط على صحه الجسم والانسان. ممكن كمان ممكن حضرتك تقول لي ما هو النضج الانفعالي؟ سمات النضج الانفعالي. اولا النضج الانفعالي ده مش كل الاحداث اللي بتقابلك لازم يبقى لها رد فعل. مش كل الاحداث اللي بتقابل الانسان لازم يبقى رد فعل. في ناس بتبقى مبالغه في رد الفعل بتاعها، بتبقى مبالغه زياده عن اللزوم. فلازم الشخص هنا يتحكم في نفسه شويه. نضج الاتزان يعني الاتزان الانفعالي. حاجه بسيطه كده بنقولها، الشخص الناضج الانفعالي لا تتلاعب به المثيرات التافهه. لو جينا نعمل عليه نقد بسيط كده او ملاحظه عادي، كل الناس فيها عيوب. ما فيش اي شخصيه ممكن تاثر فيه. لا تتلاعب به المثيرات التافهه، النقد، الملاحظه، يعني العيوب. اي موقف يحصل له هو ما يتاثرش بيه. لا تتلاعب به، يعني ما بتخليهوش يتحرك معاه انفعالات، ما يبقى سائر انفعاليا، يبقى متزن انفعالي. طيب انما الناس اللي بتعاني من اضطرابات شخصيه بتصور نوبه من الغيظ لو جيت انا اعمل عليه نقد او ملاحظه
لو عملت نقد بسيط او ملاحظه عليه بيبقى سائر انفعاليا. تمام. مظبوط جدا. طيب احنا بقى ازاي نتعامل مع الحالات دي؟ طبعا التربيه والتنشئه ليها دور كبير جدا في البيت. يعني قصدك دور الاسره ان دور هم الأسرة ودور الوالدين. يهتموا بيه طبعاً. ويقدروا بص الموقف حضرتك، اللي بيحصل. تمام. لو الانفعال سليم في الطفوله المبكره هيبقى سليم في الطفوله المتاخره، هيبقى بعد كده في المراهقه وبعد كده الرشد، فكل مرحله بيترتب عليها اللي وراها. فانا ما اجيش اعامل ابني في فتره معينه مثلا قبول واهتمام وابقى تمام. كويس معاه، واجي في فتره تانية اعامله العكس. لو زي مرحله الثانويه العامه، الثانوية لما العامة طبعاً الشاب طبعاً. بيبدا في المرحله دي مرحله النضج بتاعته. النضج طبعا صح. فطبعا يعني كل شاب ما بيقبلش برضو ان هو يسمع للبيت اكتر. بيبقى برضو بص حضرتك، ميوله تمام. ان هو مش قادر ان هو يذاكر، عايز يخرج، عايز يعمل، فدور الاسره استقلال. اه حضرتك بتتكلم عن ان هو حس ان هو كبر ونفسه يستقل عن خلاص، الوالدين. فمش بيبقى قابل ان هو حد يتكلم مش معاه. بيحس ان هو بيتعامل معامله الصغير وهو كبير في السن. صح. فنفسه يستقل عن والديه من يمه ويتجوز ويشبع الدوافع البيولوجيه او التغيرات البيولوجيه الجسميه اللي بتحصل له برضه بتسبب انفعالات. في ناس ما بتقبلش الطبيعه البيولوجيه، التغيرات الجسميه، وفي ناس بتتقبلها، وده دور الوالدين برضه. التوحد مع نفس الجنس. حضرتك الولد عارف ان في شخصيات كتير انطوائيه وهستيريه طبعا. يعني الاهل بيكونوا متسببين في ده بنسبه كام في الميه في تكوين شخصيه الطفل ومن سن كام؟ طيب يعني سؤال كويس جدا. بس نقول ايه هو تعريف الشخصيه الاول؟ تمام كده. الشخصيه اللي هي السمات بتاعتنا، كل حد مننا يمتلك سمات وخصائص لشخصيته. تمام. تختلف عن التاني، يعني كل فرد مننا غير التاني في الايه؟ في الشخصيه. صح كده؟ صح جدا. تمام. في ناس بتمتلك مظاهر خارجيه تؤثر في الاخرين. يعجبني لبس استاذ كريم او ام لبس كريم، يعجبني الذكاء اللغوي بتاع الاستاذه والاستاذه، ابدا اخد منهم نفس الصفات او نفس الايه؟ الكاريزما السمات، الكاريزما. يعني الشخص طب بيمتلك انت شايف مظاهر ان خارجيه. الحاجه دي سليمه؟ طبعا. ما انا دلوقتي لما ابدا، هو اهمل التنظيم الداخلي. يعني تمام. لازم الشخص يتصرف وفق امكانياته وقدراته. ما بقاش انا مثلا تخين جدا وابقى عايز العب كوره. ازاي الانسان ما يتاثرش باللي حواليه؟ ما يحملش حتى لو اللي فوق حواليه طاقته دول كمان. معاه طبعاً. 24 ساعه، طبعاً. ازاي ما طبعاً. يتاثرش بيهم وما ياخدش من طباعهم؟ ازاي ممكن يعمل كده؟ الشخص ما ياخدش من طباع اللي حواليه، يبقى يهتم بنفسه بشكل داخلي. كل واحد مننا عنده اجهزه اسمها الاجهزه النفس جسميه، اللي هو العقل والجسم والاجتماع والانفعال. اتصرف حسب وفق امكانياتك وقدراتك. لو انت مثلا ضعيف العقل ما تاخدش حاجات فيها قدرات اعلى من عقلك. لو انت مثلا يعني سمين ما تقولش عايز العب العاب فيها رشاقه وفيها حركه. يبقى كده الفرد لازم يشتغل على الاجهزه النفس الجسميه. لان الشخصيه تنظيم دينامي حركي ما بيقفش، زي النمو كده بالظبط. زي التصالح النفسي، يعني يبقى متصالح مع نفسه. طبعا. ان هو يقدر يتقبل نفسه باي حاجه، باي شخصيه، باي وضع. وده حضرتك اللي احنا قلناه، ان الشخص يقبل الطبيعه بتاعته الايه؟ البيولوجيه. تمام. صح كده ولا لا؟ وده دور برضو الوالدين، التوحد مع نفس الجنس، يعني الاب مع الابن والام مع البنت، عشان يعدوا المرحله دي بس من غير انفعالات. ممكن حضرتك تقولي الشخصيه الانطوائيه سهل تكتسب صفات من حد تاني، ولا هو بيبقى منطوي كده مع نفسه؟ بص حضرتك، مش سهل يكتسب حاجه من بره. الشخصيه الانطوائيه نمط الناس واخده عنه ان هو سوداوي، سماوي بالمعنى البلدي كده، يعني بالمعنى البلدي كده ابن الكئيبه. بالمعنى البلدي كده. بس على فكره ان الشخصيه الانطوائيه ليها مميزات. عايز اقول لحضرتك ان في بعض كتاب عندنا من طنطا، احمد الكاتب احمد خالد توفيق، ما بيظهرش بعمق كتاباته الا مع نفسه. الادباء الشعراء الناس ديت عمق تخيلاتهم الكتابيه بتخليهم يتاملوا منفردا، ينعزل او يتحاشى البعد الاجتماعي. يعني هو بيحب دايما كل انشطته تبقى فرديه، كل الانشطه اللي بتصدر منه تبقى ايه؟ طب اي حد بيقعد لوحده وبيحب يفضل كده قافل على نفسه لازم يبقى شخص منطوي؟ طالما قافل على نفسه كده هو داخل في حته الانطواء. كل الشخصيات ينطبق عليها نفس الاسم؟ لا، مش كل الشخصيات طبعا، تختلف برضه من شخص لاخر. يعني ممكن حد يكون هو اختار العزله بعد ما كان قريب وكان اجتماعي جدا واختار العزله، فهو كده خلاص بقى شخص انطوائي يدخل في الانطوائيه. بص حضرتك، سيدنا عمر بن الخطاب قال: من اعتزل الناس سلم من شرهم. الاعتزال في حد ذاته كويس، دي الصفات الايجابيه. تمام. صح كده؟ ان هو بيبقى في حاله. طبعا في حاله. وبرضه عايز اقول يعني ان الشخص المنطوي برضه متقلب الانفعالات، وما بيقبلش النقد، لان هو منطوي ما بيتعاملش مع الناس، مش عشري،
ما يقبلش يعني ما المرض. يقبلش ان حد يقول له كلمه او حاجه تجرحه لا. او كده، ما بيقبلش حاجه زي دي خالص. صعب جدا جدا. يعني ما يتقبلهاش ابدا. عشان هو اصلا مش اجتماعي، ما بياخدش ودي مع الناس في الكلام. ممكن يدخل في النرجسيه، يعني ممكن نقول ان الشخص الانطوائي نرجسي ولا لا؟ دي حاجه ودي حاجه. لا، دي حاجه ودي حاجه. دي حاجه ودي ممكن حاجه. حضرتك تقولي الفرق ما بينهم؟ اولا الشخص الانطوائي ده منطوي او منفرد او منعزل او بيبعد عن المجتمع. انما الشخصيه النرجسيه دي اضطرابات في الشخصيه، حصل اضطرابات عنده في اجهزه الجسم، فيبدا يظهر بصفات غير عاديه. يبدا يظهر بصفات غير ايه عاديه. الناس زي تبدا الهستيري تعقب على كده؟ صوته. الهستيري قريب شويه، قريب منه. اللي هو الهستيري ده جذب الانتباه. شخصيتين مختلفتين. جذب الانتباه. الهستيري بقى بيبقى الناس بتقول الهستيري ده مجنون بيحب او منفعل دايما عنده المشكله مثلا. طب هل طول هو الوقت. مجنون ولا هو عنده حب الاستطلاع والمغامره؟ عايز هو يشد بص انتباه حضرتك، الناس. الهستيريا في علم النفس عندنا يقصد بيها هنا اللي يحب لفت الانتباه او جذب الانتباه. يحب يبقى دايماً ملفت النظر يعني؟ يتأثر بالآخرين أو تمام. محض اهتمام الآخرين، دايما بحيث إن هو دايما الناس بتهتم بيه، دايما الناس بتبص له، دايما الناس بتتعامل معاه إنه مشهور. ويبدأ تلاقيه مثلا من النواحي المادية يبدأ يشتري هدوم عشان يقلد الممثلين، يبدأ يشتري حاجات عشان يقول لك دي بتاعت فلان الفلاني. يعني حابب ان هو يظهر او يبان في اي موقف أحلام او اليقظة. في دوره في حياته. أحلام اليقظة. احلام دي اليقظه دي طبعا. ده مهمه جدا. أحلام اليقظة ان ممكن انت تكون صاحي وبتتخيل الحاجات ان هي بتحصل معاك في الحقيقه. يتوحد بالابطال الجماهيريه. نفسي انا عايز ابقى زي فلان وعايز ابقى زي فلان. ومعنى الهستيري زي ما استاذ كريم موضح حب استطلاع، لانه يعني بيستطلع على كل اللي حواليه. كل الشخصيات اللي حواليه بيستطلع عليها. اكتر شخصيه حضرتك شايفها ان ممكن دي تتحول لدكتور نفساني فورا، ما ينفعش تكمل كده؟ النرجسيه، الهستيريه، دكتور نفساني؟ الانطوائيه، وفي طبعا لا. السايكوباتي. السايكوباتي ده اكتر طبعا حاله ممكن تدخل في المرض النفسي ولازم يتعالج، ما ينفعش يكمل كده. انطوائيه أنهي طبعا. شخصيه؟ الانطوائيه طبعا. مش الهستيريه؟ عشان قافل على نفسه. الهستيريه كده متقلب. ومتقلب المزاج، متقلب يعني يقدر المزاج. ان هو يوازن ما بين هنا وما بين هنا. طبعا. بس في صفات برضو مش كويسه، يعني الكذب لمجرد الكذب مش عشان خاطر اللي هو الخوف. يعني ممكن يكذب عشان خاطر هو عايز يكذب، مش خايف من حد. التمثيل المبالغ عن حده، دايما بيحس ان هو ملفت الانتباه في اي حته، في اي مكان بيبقى موجود فيه، دايما الناس بتبص له، دايما الناس هنا عليه. هو عنده اعتقاد بكده. عنده اعتقاد بايه؟ عشان كده احنا بنقول عليه هستيري، عايز يظهر دايما. يعني هو ده الشخص اللي بيبقى قاعد مثلا في مكان او في قعده، فيحب الناس كلها تبقى بصاله وكل الناس مركزه معاه، وان هو اللي يبقى قاعد الجان اللي واخد القعده يعني. كلها. النجم. وعنده يعني الانفعالات بزياده. بس خلي بالكم هو بعيد تماما عن الحقيقه. يعني هو يعتبر جواه فضاء بعيد عن الحقيقه خالص، لدرجه ان هو موجود في مكان حاسس ان هو مشهور، الناس عارفه ان هو مش مشهور، فيبقى اصبح ان هو بعيد عن الحقيقه. عشان كده بقول هستيري، اللي هو البني ادم الغير واقعي. معنى كلمه هستيري ده قريبه من كلمه غير ايه؟ غير واقعي. فبيبعد عن الحقيقه باحلام اليقظه بقى اللي انا قلت عليها. يبقى زي فلان او يبقى زي ممثل مشهور. طب هي احلام اليقظه دي ما بتجيش غير للشخص ده ولا بتيجي للكل؟ الانطوائي بتيجي كتير يعني. اصل انا بحس ان هي بتيجي لكل البشر. بس احنا بنتكلم على صفه شخصيه هستيريه. انما لو بنتكلم على التخطيط للمستقبل المهني، كل واحد عنده لما يخطط لمستقبله المهني بيبقى عايز يحلم يبقى ايه، عايز يكون ايه، عايز يبقى عنده ايه، عنده مشاريع، عنده حاجات بيديرها، فدي احلام ممكن تتحقق. تمام. حتى الشخصيه الطبيعيه ممكن تعمل الشخصيه الطبيعيه ديت اتزان نفسي، نضج انفعالي، ثبات انفعالي، يتفق ويختلف مع الشخص بهدوء وثبات. يعني ما ينفعلش على الاخرين، ما يتاثرش باراء الاخرين. تمام. طيب احنا دلوقتي معانا فيديو طبعا. تمام. عاوزين بقى نعلق ونتكلم عليه اكتر باستفاضه، وبعد كده نرجع نتكلم عن الجانب بقى الايجابي من الموضوع. تمام. الفيديو اهو طبعا ده على الشاشه، عايزين تعليق حضرتك بقى عليه. ده انا طبعا المراجعه لماده علم النفس، الماده اللي يعتبر امتحان بكره وبعديه مراجعه علم النفس. الشخصيه اللي احنا اتكلمنا فيها وسمات الشخصيه اللي احنا اتكلمنا فيها ديت يعتبر الباب الثالث في علم النفس للثانويه العامه. سمات الشخصيه اللي احنا اتكلمنا فيها المواضيع دي. فطبعا انا هنا يعتبر المراجعه عامل لهم زي ما احنا بنقول على ارض الواقع بامثله، مش بس بنكتفي بكلام كتاب المدرسه، لا ده احنا بننزل بارض الواقع.
ان كل مثال توضيحي لكل نقطه. عشان كده هنا انا لمهم المنهج بامثله مبسطه، عشان كده كاتب كلمه ببساطه شويه ازاي بس. الطالب اصلا يستفاد بالكلام ده، مش بس يحفظه ويكتبه في ورقه الامتحان؟ ازاي الطالب يكتسب المعلومات دي ويعمل بيها في مستقبله؟ تطبيق الماده العلميه ذات نفسها على ارض الواقع يخلي الطالب ينجذب ويهتم. بتعتمد على الاستاذ؟ جزء كبير جدا بيعتمد على الاستاذ، بيمد معلوماته الطالب من الاستاذ. طيب احنا طبعا كنا عاوزين برضو نتكلم عن الشخصيه المبدعه في كلمتين سريعا. طيب الشخصيه المبدعه ده بيفكر خارج الصندوق، افكار غير تقليديه. بس في مفاجاه الاول انا يعني حابب اقدمها لكم كده، ودي حاجه بسيطه طبعا تكريما لحضراتكم يعني، وعلى بصراحه انا مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهارده والله، وبتحاور مع اساتذه محترمه زي حضراتكم. فاستاذنكم بس اقدم يعني هديه كده بسيطه لكل. اتفضل. طبعا. زهرة الشراي، يعني حاجة بسيطة جدا لحضرتك على دورك الكبير يعني بصراحة معانا. شكرا 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 لذوقك. طبعا احنا اللي عايز اقول لحضرتك المفروض احنا اللي نكرمك كمان، مش نشكرك بس والله على يا استاذ كريم ده اقل منورنا حاجة، النهارده. اقل حاجة اقدمها لحضرتك الله يعني. يخليك يا فندم، ربنا شرفت يخليك. جدا بمعرفتك، ودي حاجة بسيطة جدا الله لحضرتك. يخليك، ده وسام نعتز بيه. استاذتنا حاجة بسيطة برضو كده لحضرتك. تمام. طبعا احنا بعد التكريم اللطيف دوت احنا حابين نشكر حضرتك جدا جدا، وحابين طبعا تكون معانا في حلقات جايه كتير، واستنونا في حلقه جديده زي ما عودناكم.